السلام عليكم، يا مرحبا بكم. أنا فاطمة الأمين، Academic Coordinator for the Primary in Permanent Sunrise International School. مرحبا بك يا مس فاطمة في حلقة جديدة من برنامج Meet the Permanent. أول حاجة لو قلنا لك كلمينا عن رحلتك في الانضمام لعائلة Permanent Sunrise. أنا في المجال من 2014. انضميت ل Permanent Sunrise International School في 2018. قبليها في 2016 كان ولدي في Permanent. نقلت من المدرسة اللي كنت شغالة فيها ل Permanent في 2018 لأنه هي كانت بيئة مناسبة جداً، سيستم منضبط خالص وبيلبي احتياجات الطلاب واحتياجات أولياء الأمور، وبعد ما انضميت لها عرفت إنه هو كمان بيلبي احتياجات الإستاف. لو جينا تكلمنا عن الرؤية، أي مدرسة ناجحة دائما بيكون وراها رؤية واضحة. شنو رؤية مدارس Permanent Sunrise لطلابها ولمجتمعها؟ لو جينا للرؤية المكتوبة حرفياً في أي حاجة ريليتد للمدرسة في صفحتها أو في موقعها أو في السوشيال ميديا، هي خلق مجتمع يشعر فيه طلابنا بأنهم محبوبين ومدعومين ليصلوا لأعلى مقدراتهم. لو جينا على أرض الواقع، Permanent هي بتشكل بيئة للأطفال بيحس كل واحد فيهم إنه هو مميز وإنه هو متفرد، عنده مقدراته الخاصة به وعنده إمكانياته الخاصة به. المدرسة بتسعى في إنها تبرز الحاجة دي وتكون مساحة أمان لأنه الأطفال يبرزوا فيها مهاراتهم وإمكانياتهم. بيتقدم لهم كل الدعم اللي هم محتاجينه. حقيقي فعلا. القيم الأساسية اللي بتوجهكم أنتوا كتيم عامل شنو؟ اللي بتوجهنا كتيم وبتميز كمان التيم في Permanent الالتزام والتفاني، الصبر والإخلاص والحب. حبهم للوظيفة اللي هم بيأدوها. هم ما بس تيتشرز، هم مربيين، هم أصدقاء، هم داعمين، وطبعاً بكل الحب اللي في الدنيا هم بيقدموا أقصى ما يقدروا إنه يقدموه للأطفال. فعلاً الحاجة دي واضحة جداً جداً بين الطلاب، يعني كيف بيجروا يحضنوا التيتشرز. يعني أي زول ممكن يشوف الحاجة دي بيقول للطلاب ده المقدم لهم كمية كبيرة من الحب يعني. فعلاً. لو سألناك عن المنهج، أشرحي لنا عنه بالتفصيل وكيف بيساعد في تطوير طلاب Permanent Sunrise. Permanent Sunrise كإنترناشونال سكول هي بتتبع كامبريدج في المقرر بتاعها. الحاجة اللي بتميز مقرر كامبريدج إنه هو بينمي المهارات للطلاب، بيخليهم updated للsurrounded environment بكل المتطلبات الحياة الآن حالياً اللي هم بيحتاجوا لها كأطفال أو هم عايشينها كأطفال. التكنولوجيا، طريقة إبراز مهاراتهم الشخصية وتعاملهم مع المجتمع. المقرر بيدعم الحاجة دي بصورة كبيرة جدا جدا. لو جينا تفصيليا بنلقى إنه هو بيشتغل على الكريتيكال ثينكينج، على solve problems، على الاستراتيجيز، الانالايزنج. فدي حاجات كلها الأطفال هم بيقوموا بها اوتوماتيكلي لأنه ده الوضع اللي هم عايشينه، أو ده الجيل العايش أو دي متطلبات الجيل. فالمقرر بمواكب للحاجة دي خالص وبيدعمها كمان بصورة كبيرة، طبعاً أكيد من خلال خبراء، من خلال تربويين وعلماء نفس هم قادرين يعني أو وضعوا الحاجة دي بطريقة احترافية متقدمة شديد، مواكبة جداً لمتطلبات المرحلة زي ما قلت. فعلاً وقاعدين نشوف دايماً البروجكتس اللي بيقوموا بها الطلاب بمساعدة أهاليهم، يعني حاجة جميلة جداً والله. طبعاً الزمن اللي نحن فيه ده مليان تحديات، تغييرات. من وجهة نظرك شنو أهم التحديات اللي بتواجهنا في التعليم وكيف بالأخص Permanent Sunrise بتواجهها؟ يمكن أكبر تحدي الفترة دي إحنا بنعيشه، أو يمكن دي السنة الثالثة إحنا عايشين، ده أكبر تحدي ممكن تعاني منه المدارس أو أولياء الأمور والطلاب عموماً يعني، والبحاجة بيعاني منها المجتمع السوداني كله هي الوضع الحالي يعني للسودان. فده بيخلي إنه ده التحدي الكبير. البيئة هي ما نفس البيئة، المكان ما نفس المكان اللي هم متعودين عليه، ولا المجتمع نفس المجتمع. بالنسبة للأطفال في مرحلة عمرية زي دي بيكون مؤثر عليهم
ولأنه الظرف اللي إحنا أصلا طلعنا به كان شوية حرج يعني، فده اللي هو التحدي الكبير. لكن الحمد لله إحنا بنعيش مجتمع سوداني جوا المدرسة بكامل إصطافه، بنعيش فيه تفاصيل المجتمع السوداني، طرق التواصل، الإيفنتس اللي بتقوم بها المدرسة، طريقة تواصل الطلاب مع بعضهم يعني. فدي كانت هو ده كان تحدي، لكن قدرنا إنه إحنا نخلق بيئة تحسس الناس إنه نحن في الوطن يعني. يعني نقدر نقول إنكم اتغلبتوا على التحدي ده بنسبة 90%. الحمد لله. ممكن تورينا خطتكم كتيم للعام الدراسي الحالي شنو؟ ويعني النتيجة اللي حتصلوا لها في النهاية شنو المتوقعين إنكم توصلوها؟ طبعاً كل عام أو كل أكاديميك يير بتكون عندها خطتها منفصلة تماماً عنا. أيوة بنصطحب معانا الإخفاقات والنجاحات وبنضع خطة لإنه كيف، ودي بتدعمنا شديد في إنه نمشي لقدام. السنة دي بإذن الله وزي كل سنة لكن بتجويد أكتر إن شاء الله، إنه نوصل للليفل بتاع الكتاب. ولما نقول الليفل بتاع الكتاب أنا بتكلم عن السكيلز اللي بتشتغل عليها كامبريدج as a curriculum، إن إحنا نصل لها كمهارات. يعني أنا بتكلم عن السكيلز ذات نفسها، إنه بآخر السنة كل واحد من الأولاد وصل للليفل بتاع الكتاب، متمكن منه تماماً، يكون يعني ماستر للكتاب اللي هو يشتغل عليه السنة كلها. في بتكون جابس إحنا بنحاول إنه إحنا تفل، وبيكون في مشاكل بنحاول إن إحنا نحلها لحد ما نصل لنهاية السنة اللي هو الليفل بتاع الكتاب إن شاء الله. إن شاء الله. ممكن تحكي لنا عن موقف طريف مر بيكي يعني بين الطلاب أو الستاف؟ طبعاً المدرسة هي من أكثر المجتمعات اللي بتكون فيها مواقف طريفة، لأنه إحنا بنعيش مع الأطفال تفاصيل يومهم من الصباح لحد آخر اليوم، فكثير من المواقف بتكون أو إحنا بنعيش مواقف طريفة اليوم من أوله لآخره، مستمتعين بها جداً، بتخفف علينا كثير شديد، بتشوف بها الجانب المشرق من الحياة يعني. فالحقيقة المواقف كثيرة شديد عشان أنا أستحضر منها في اللحظة دي قدرت أتذكر حاجة محددة. في الختام ممكن تدينا كلمة لأولياء الأمور؟ أولياء أمور في Permanent Sunrise هم أولياء أمور مميزين جدا، بشكرهم على ثقتهم وعلى صبرهم وعلى دعمهم المستمر لنا. شكرا لهم كثير. شكرا لك يا مس فاطمة إنك كنت ضيفة في حلقتنا اليوم من برنامج Meet the Permanent. شاكرين لك جدا جدا. شكرا لكم انتم كمان، واتمنى انه اكون جاوبت اجابات مفيده ان شاء الله على الاسئله.